وانا بشكل شخصي تعرضت لنفس الموضوع. انا دلوقتي معايا حضانه ابني، ويعني ابني عز الدين ده من اشهر الاطفال اللي موجودين في مصر، بعد 9 أو 8 سنين معايا حضانته ومش عارف اجيبه لان هو موجود في كنف الام. يا فندم هو مش و... في حكم هو بينفذ ولا ايه؟ نعم يا فندم. مش في حكم حضرتك خدت حكم رؤيه؟ معايا حكم حضانه، معايا حكم حكم حضانه حضانه لوالدتي. هل بينفذ؟ اكيد طبعا بينفذ. لا ما بينفذش، ده مش رؤيه، انا بقول لحضرتك حضانه، يعني عملت رؤيه ما هو خد اتنفذتش. حضانة، اخدت حضانه خد وبرضه ما الحضانة إزاي؟ اتنفذتش. حضرتك خدت في حين إن كان حضانه الولد ازاي؟ هل هي حواليا على فكرة. اتجوزت يا فندم ولا ايه؟ حتى لو لا بدون زواج، عدم امانه وعدم تنفيذ حكم الرؤيه لمده 4 سنوات. اثبتته ازاي يا فندم؟ بجوابات النادي. 4 سنوات ما بشوفش ابني، فجالي جوابات من النادي، ده غير اعتداء على موظف الرؤيه، غير ضرب الراجل، غير يعني انا مريت بمعاناه سنوات. يعني هو انا لو حضرتك يعني انا ما اتشرفتش بحلقه معاكي قبل كده، بس يعني موضوعي معروف جدا في الاعلام. لو اي حد يدور على احمد عز وعز الدين ابني هتلاقي الموضوع معروف جدا في كل القنوات في مصر وبره. فساعة ما مريت بهذا الجرم واللي حصل خلاني طبعا التفت للقانون، وزي ما الاستاذ هبه النمري بتقول انا عايزه اعمل قانون، احنا بالفعل اشتركت في كتابه كذا قانون كانوا مطروحين في الدوره البرلمانيه اللي فاتت. هل شايف ان الستات لما ابتدت تعرف حقوقها بقت بتعمل مشاكل كتير مع الرجاله الفتره اللي فاتت؟ بص هقول لحضرتك حاجه، هو انا يعني مثلا جت من فتره كده حمله ظهرت قال لك ما نتجوزش مصريه. ما اتجوزش مصريه؟ وما هتتجوزوا ايه؟ انتوا ما عندكمش غيرنا على فكره. هتتجوزوا ايه؟ ايوه ما انا بقول لحضرتك هي دي حمله. طبعا هي برضه المصريين دلوقتي والستات مش عايزه تتجوز الرجاله المصريه. انا عايزه حضرتك تسمع بس التعليق ده من الاستاذه هبه النمري. اتفضلي يا استاذ فندم. احمد، مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء النور، اهلا بحضرتك. انا عايزه اقول لحضرتك زي ما الرجاله دلوقتي بتفكر انها ما تتجوزش ستات مصريه، كمان الستات دلوقتي مش عايزين يتجوزوا رجاله مصريه. يعني انا ليا صحباتي كتير قوي، كل اللي يعني اللي لما بتيجوا مثلا واجي احكي لهم على حالات يقولوا لي احنا كرهنا الرجاله المصريه. لو الراجل عارف يعني، ما هو بصي، ما هو الراجل مشكلته ان هو عايز يشوف ايه اللي في الستات اللي بره. طب ايه هو ايه اللي في الراجل اللي بره؟ لا انا هقول لحضرتك، الراجل اللي بره بيحترم الست. يا استاذ احمد بيحافظ عليها. استاذ احمد خليك معايا بس في حاجه معينه. دلوقتي الستات بتشتكي من حاجه معينه، بيقول لك البدايات دايما حلوه. ليه دايما البدايات ما بتكملش بعد الجواز؟ ليه دايما فتره الخطوبه او فتره الارتباط انا ببقى شخص ملائكي؟ ليه كل حاجه بتتحول؟ حضرتك شايف ايه من وجهه نظرك؟ اقول لحضرتك، اولا انا ضد فكره ان هو انا اتجوز من جنسيه ايه طول ما في قانون معين موجود في دوله. ليه؟ لو انا اتجوزت مغربيه سوريه اي جنسيه وعايشه في مصر، اذا يعني بتحكم تحت مظله القانون المصري. والست ست في كل الاحوال وفي كل الجنسيات، الست ست واحده في كل الاحوال. لا بس مالهاش دعوه. المشكله ان الجنسيات اللي بيتكلموا عليهم دول انت مش متخيله واخدين حقهم تالت ومتلت. الراجل شايلها تاج على دماغه، مش بيخليها تنزل، وانت خلينا نسمعه وهديكي حق عليكم. انا انت عايزه اتفضل. انا مش مع حضراتكم في الاستوديو. اولا انا شخصيا انا بحب المصريه، انا ما اعرفش اتجوز واحده غير مصريه. هايل. تمام، بالرغم من ان انا ليا اصدقاء في كل دول، لكن خليني برضه اقول لك ايه اللي خلى المصريه تستقوى بالشكل ده؟ القانون. ما انا دلوقتي لما اجي اتجوز البدايات مش وحشه والبدايات حلوه، احنا الاثنين بنظهر احسن ما فينا في فتره الخطوبه.